بعد إذن حضرتك يا وزير المية، يعني رجاء شخصي، أمانة عليك يا شيخ، ما تقطع المية لمجرد بس ربع ساعة. هعمل أمبلية على السريع والله، وشكرا على كده. كل مرة برجع من شغلي تعبان، ببقى خلاص هفرقع، لازم أخش أعمل حمام زي الناس. أدخل المطبخ أجرب فيه مية ولا مفيش، ألاقي فيه مية. مسافة ما أخش الحمام وأفرش قعدتي وأبدأ بوم بوم وأمبليات وأبدأ أفرقع، أبص ألاقي الدنيا مفيش مية. قولي بقى أنت لو مكاني تعمل إيه؟ يعني أنت يرضيك ما إحنا مش بنساحنا زي ولادك؟ مش أنتوا بتخافوا علينا وبتخافوا على الشباب وتراعوهم وتراعوا إحساسهم؟ فين إحساسي كده وأنا قاعد متذنب جوه لحد الساعة 6 الصبح؟ كان بتعب والله والله كان بتعب. أفضل قاعد لحد الساعة 6 الصبح مستني المية تيجي؟ يرضيك؟ ما إحنا لو زي ولادك مش هتقدر إن إحنا ننزلوا الزنقة السودا دي جوه. كلمني كده رد عليا، أنت ساكت ليه؟ ما أنا تعبان برضه، أنا بشتكي. بس 3 أيام لما المسألة بتاعتي كانت خلاص الحركة بلقط مية، والله أنا تعبان. طب الناس اللي عندها السكر دي تعمل إيه؟ ترفع رجليها كده شبه الكلاب على الحيطة؟ ما ينفعش. إحنا بنموت هنا، إحنا بنموت جوه. حسوا بينا شوية، حسوا بينا، حس بيك ربنا. لكن كده مش نافع، والله ما نافع. ما أنا مش كل يوم هفضل متذنب جوه التذنيبة ديت، وأقعد أفرقع وأضرب أمبلات عشان إن في مية وملاقيش في مية، وأفضل قاعد لحد الساعة 6 الصبح لحد ما تبقى تمام. حضرتك أنا ساكن في الدور السادس، عارف يعني إيه الدور السادس؟ يعني أصلا المية بتوصلني بالعافية، لازم أقعد أهز مواسير. طب أنا هضرب أمبليه ولا أهز مواسير أنا، ولا أقول أنا أعمل إيه بالظبط؟ ما هو ما يرضيش حد. وطبعا بعتلك كذا مرة وأنت برضه ما ردتش عليا. في مرة كنت واخد الموبايل بتاعه وفاتح الفيسبوك والدنيا تمام جوه، لقيت بص لقيت المية قطعت، رحت بعتك قلتلك بعد إذنك رجع لي المية بس 10 دقايق أروق الدنيا بس في مكان، المنظر مش كويس. ما ردتش عليا خالص، وحتى دلوقتي بص مش قادر ترد عليا عشان عارف إن أنت غلطان. كل مرة هما يقطعوا علينا المية وبعلمك وأنت عارف وبرضه بتسيبهم. والله ما ينفع، إحنا بنتعب، راعينا شوية. إيه الحاجات دي؟ ده اسمه بيت الراحة. يعني احنا كلنا بنخش تعبانين عايزين نطلع مرتاحين، نخش كده ننزلها جوه ونمد بشفتنا. يرضيك؟ لو يرضيك قولي، مفيش مشكلة، أنا هستشهد جوه مفيش مشكلة لو ده يرضيك. وبعدين تقعد كل مرة تقول لنا ده انت مفلتر لنا المية ومظبطها لنا. يا سعادة الباشا، المية بتنزل لونها بيضة، انت عازمني على صوبيا؟ انت عازمني على صوبيا؟ طب انا ما بحبش الصوبيا ورمضان لسه مجاش. طب اقول لك على حاجة، سوي لنا المية شوية وأنا هعتبرها خروج، مفيش أي مشكلة هشربها. بس انتوا رجعوا لنا المية، يا جدعان رجعوا لنا المية والله. احنا بنموت هنا، احنا بنموت. طب الناس بتاعت الدور الأول عادي بيحفروا في الرملة كده بيطلعوا مية في الأرض، لكن الدور السادس دول بقى يعملوا ايه؟ هنعمل عليهم بيبي بعد كده من فوق، ولا هنقضيها بقى شبه العشوائيات؟ طبعا بالكروانة لازم بالكروانة، وده طبعا مستحيل. أنا بفضل قاعد متذنب جوه عشان خصوصا الكروانة دي مستحيل، ما تحطش في دماغك.